السلام عليكم. مع إعلان خبر وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة تكثر الأقاويل، فيقال أنه اغتيل في طهران ويقال أنه توفى في قطر. السؤال الحين كالتالي: ليش يوم يطاري الإرهاب ورموزه ينذكر على طول اسم قطر وراه؟ ما أدري شو السالفة، يعني همزة وصل جغرافية في الإرهاب؟ ما أعرف والله. قناة الجزيرة يا ريت تشرحوا لنا عن الموضوع هذا، وثائقي خفيف لطيف يعني لو سمحتوا. تحقيقات بول بلريه هذه مال خفي اعظم، هاش سوالف، وين مات الريال، هل صحيح انه مات عندكم، واذا صح الخبر شو تبوه ارهابي حق شو حاطينه عندكم؟ ترى قطر عندها بوادر الارهاب بس محتاجه اللي يوجهني. ايوه، التوجيه اهم من الفكر نفسه. احنا الرجل كبير في السن ويعتبر ارهابي متقاعد ولكنه خبره. صحيح ان كل الدلائل تشير ان قطر تدعم الارهاب بالمال، ولكنها تعتبر في هذا المجال للحين غرو، قطه مغمضه على ما قالوا، تحتاج لاعب محترف. فهذا الظواهري هو الوحيد القادر انه يكحل عيونها بالبارود ويخليها ترمي بشرر. هب هباكم الله. انا دائما يقول لك مفاتيح اللعبه اهم من اللعبه نفسها. وفي عالم الارهاب والاحتراف الارهابي يعني علشان تسجل اهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى تحتاج لا راس حربه محترف. خرب بيته مورينهو الشبك جايب زعيم تنظيم القاعده بكبر، ارهابي متقاعد هذا معبر الدهر، شو تبابه؟ اعيد تصنيعه وتدويره، لعباتهم اصلا ملعبهم كله نفايات، لعباتهم تدوير النفايات. فممكن لدواعي الاحتراف الارهابي ممكن يصح الخبر هذا اللي يقول نتوفى عندهم. زين، سؤال اخير: ان صح الخبر ان الظواهري متوفي عندكم، منو بيصلي عليه الجنازه؟ القرضاوي؟ مفروض يعني اللي فتاله بالجهاد هو اللي يدعي له بالجنه. واتعظوا عاد بسكم، يعني كفى بالموت واعظا، يعني نهايه الجبروت حفره، توبوا وراكم حفره.